طبعا شفت تصريح هذا البشر وقررت انه ارد عليه فيديو طويل. شوف يا كابتن راضي شنيش، رغم انه ما راح اسميك كابتن في الحلقة لان انت ما تستحق هذا اللقب. شوف يا صديقي، انت تقول انه العراق بيه 48 مليون وما بيه مدرب محلي اقله فيه. يعني اذا انجلترا بها اذا انجلترا بها قرابة ايش قد بيها 50 مليون، تقريبا اكثر من عدد سكان العراق، وما عندهم مدرب محلي يقودهم. مدرب المحلي مالتهم فشل، وداه نهائيا وخسروه. شنو؟ عندهم مدربهم الماني. زين اذا تقول على مستوى، حتى على مستوى الدوري، بتاريخ البريمير ليج الحديث من 1993 الى الان، ولا مدرب ذو جنسية انجليزية فاز بالدوري الانجليزي. تخيل انت، يعني هاي الارقام انت تسمع بها اول مرة. لان المدربين كواليتي مالتهم عالي. انت جراهام ارنولد انت تقارنه مثلا بعماد محمد؟ ما يتقارن. جراهام ارنولد مدرب تاريخي، وصل دور 16 كاس العالم مرتين، هو المدرب التاريخي الاسترالي، من افضل مدرب بتاريخهم. هو صاحب اعلى انجاز بتاريخ استراليا بكاس العالم، لوصول الدور 16 مرتين على مرتين. مره بال 2006 مع جراهام ارنولد، وقتها معاهم تيم كاهل وطردوا اليابان، ومره بال 2022 من طردوا تونس من البطوله. ولعبوا وبالنسختين لعبوا ضد البطل وخسروا. يعني ما كانوا يستحقون الخسارة بالنسختين. بال 2006 ما كانوا يستحقون الخسارة ضد إيطاليا، لعبوا أفضل من إيطاليا. وبال 2022 نفس الشيء، لو ما ديبو مارتينيز كان أستراليا إلى ربع نهائي كأس العالم. فأنت يا أخي تخيل أنت. شوف، هب ما أنا راح أقول لك. انت تقول انه دول الخليج تنفصل المدرب المحلي. انت بالدوري السعودي 18 فريق، 18 فريق بالدرجة الاولى اللي هي دوري روشن ودوري يلو. عدد لي كم اسم مدرب سعودي تعرف درب هذول النوادي، قل لي. اذا على طاري المنتخبات، يمتى اخر مدرب سعودي درب المنتخب السعودي؟ يعني اخر، يعني من يعني مثلا كأس العالم 2006 اخر كأس عالم درب اتوقع مدرب سعودي. يعني انت شوف لحد، انت كمشاهد كمتابع لكرة القدم تفهم شوية، تعرف انه تصريحه بتناقض وبعنصرية. شوف راح اقول لك همين. قطر اللي دوريها، اللي اغلبية لاعبيك من يريدون يحترفون بدوريها. عندك مهند علي ميمي، وعندك ايمن حسين احترف بالدوري القطري، عندك امجد عطوان. هذول اللاعبين اللي انت لعبتهم، يعني كانوا من جيلك احترفوا بالدوري القطري. تعرف انه اغلبية مدربين الدوري القطري كلهم اجانب. ليش؟ لأن العقلية الأجنبية فارقة. أنت بدل ما تنتقد الأجانب وتقول أنتوا فرصة للمدرب المحلي، أنت تعلم من الأجنبي على مود تتفوق عليه. أنت لازم تتعلم من الأجنبي، مو أنت تنتقده وتقول حرام وعنصرية وما أدري شنو. هذه زين. شوف أنت أبرز إنجازاتك مع المنتخب شنو؟ طلعتنا في فضيحة من أولمبياد لندن 2012. وشو بعد شنو سويت همينة؟ أهلتنا لأولمبياد باريس تأهل بالاستحسن. حتى من تأهلت ما جبت اللاعبين اللي يستاهلون، جبت كلها واسطات. راح أعطيكم معلومة تقول يعني المدرب المحلي وصل الدور ربع النهائي ببطولة الشباب. راح أقول لك شوف هاي المعلومة. تدري من بعد بطولة الشباب سنة 1989 حرموا العراق من المشاركة بالبطولات الشباب الفترة زمنية، فترة 10 سنوات. ليش؟ لأن أغلب نص لاعبينا ما كانوا بالسن القانوني. كان راضي شنيش الوقت من كان لاعب شارك مع المنتخب العراقي للشباب تحت 19 سنة. يعني تخيل هو مواليد 66، يعني تقريبا عمره هيك شيء، يعني تقريبا 29 سنة 30 سنة هيك شيء، تقريبا هيك عمره. فهذا تزوير. فمن بعدها العراق انحرم 10 سنوات. فهذا بسنوات ال90 ما شفنا العراق بالبطولات الشباب، باستثناء من ظروف الحرب. يعني هذا ايضا انت اذا مسيرتك اصلا بها رشاوي، اذا انت اصلا كمدرب اشتغلت بالرشاوي، دربت بكأس العالم 2018. شوف كأس العالم 2018، شوف راح اسوي لك. فزنا مباراة واحدة بالتصفيات ضد تايلاند. شنو بعد؟ لعبنا مباراة ضد الامارات. انت المفروض سي اي او ادري شنو، هذا المدير اللي هو اعلى من المدرب، مدير فني. المفروض انت تعرف باللاعبين. وهذا ضد الامارات. البطولة ما اتذكرها بتصفيات اولمبيات لندن لو تصفيات كأس العالم، بس انه بتصفيات.
تصفيات البطولة العالمية. انت اشركت لاعب عليه انذارين، اشركت لاعب عليه انذار اصفر سابق ضد الامارات، ونحن فزنا 3-0 بس حسبوا ان هي خسارة لان مشاركين لاعب ما المفروض يشارك اصلا. هذا دليل انه انت مهمل بدورك كسي او ومهتم بس للواسطات. زين السؤال، انت المدرب العراقي المحلي، اكو مدربين زينين مع العراق بالدوري العراقي، لان دورينا هو تصنيف 83 عالميا. تريد شيء قوي تجيب مدربين اقوى من التصنيف المنتخب. يعني مثلا جراهام ارنولد درب بالدوري الاسترالي، الدوري الاسترالي تصنيفه قرابه ال 75 عالميا، ودرب المنتخب الاسترالي تصنيفه 29 عالميا، ما بين 29 عالميا 15 عالميا. مو مثل تجيب مدرب تصنيف الدوري اللي كان يدرب ب 83 عالميا، مدرب درب مثلا اكاديميات. عندك حتى عماد محمد الصراحه انا ما راضي عليه، يقولون عسى يجيبون مدرب اسباني الفئات الشباب. صراحه اتمنى هذا، لان عماد محمد همنا مثل ما قلت لكم لازم اللاعب يتاسس صح. وانت شلون تاسس لاعب صح؟ انت تاسسه من خلال تجيب له مدرب يعرف يفتهم. طبعا بس يعني هذا ردي الكلش محترم على هذا الذي يدعي انه مدرب ويفهم كرة القدم. واعرف اذا مسك تدريب المنتخب حاليا، يعني هاي الفترة 7 اشهر تمديد ارنولد راح على كل زلة يعني يراقبونه، الزلة اي زلة يصير بها ارنولد، اي خطأ ولو بسيط، مثلا خطأ بسيط، مثلا اذا تعادلنا مثلا مباراة من الممكن يقيلوه. والله العظيم ماسكينه على الزلات. فصراحة جراهام ارنولد لازم يكون حذر بهاي الفترة، لأن موقفه في حرج، لأن يريدون مدرب محلي، يريدون واسطات، وجراهام ارنولد ما يريد واسطات بالمنتخب. فلذلك يعني جراهام ارنولد على المحك، خاصة انه ما جاي يتوافق مع الاتحاد الجديد اللي يريد أغلبية اللاعبين من الدوري المحلي والواسطات، وهو يريد اللي يختار اللاعبين الممتازين، اللاعبين اللي يستحقون يتواجدون. اكو اخبار، وبدل ما يجيبون مباريات ودية على مستوى عالي راح تكون كونوا بطولة رباعية، توقع من مباراتين نصف نهائي ونهائي، للعراق وإيران وأوزبكستان، وذكر سوريا كانت معاهم. يعني أريد أعرف أنت بدل عندك مثلا لو ضبطت ودية مع منتخب قوي أحسن من هاي البطولة الرباعية، ليش العراق ما يخرج من دوامة آسيا؟ يعني العراق ضد المنتخبات الآسيوية يقدم ويبدأ، بس ضد المنتخبات اللي هي خارج آسيا، مثلا من أفريقيا، مثلا من أمريكا الجنوبية، باستثناء مباراة بوليفيا، ضد أوروبا ما يقدم أداء. يعني مثلا شفنا مباراة العراق ضد الجزائر كأس العرب، شفنا مباراة العراق ضد السنغال، العراق ضد النرويج، العراق ضد فرنسا، ما يعرف يلعب ضد هاي المنتخبات. فليش أنت ما تدبر لك مثلا مباراة ودية يا أخي مع تركيا مثلا، تكون لك مباراة ودية مثلا مع المنتخب التركي، يعني منتخب يمك، يعني جيرانك أخويا جيرانك. عندك مثلا مع اليونان، مع أذربيجان، عندك هذول المنتخبات. حتى أذربيجان يعني ممكن تستضعفوا هذا المنتخب، بس إنه منتخب أوروبي، منتخب عنده رتم الأوروبيين. مع كازاخستان يعبد، مع كازاخستان إذا أنت فرد مرة يعني هذه ما عندك إمكانية مالية، مع كازاخستان عندك كازاخستان، عندك جورجيا، عندك روسيا. يا أخي روسيا تقبل مباريات حتى من سان مارينو. روسيا منتخب أوروبي، عندهم حارس عندما بالنسبة لي أفضل حارس بأوروبا سوفانوف. انت تلعب معاه مباراة ودية يا أخي، دقلك معاه مباراة ودية، هم أصلا فارغين، أي مباراة ودية تجيهم يقبلوها. يعني روسيا عندك يا أخي إذا ضد المنتخبات الأفريقية، عندك غانا، عندك كوتيفوار، عندك السنغال، تلعب ضدهم، تلعب لك كم مباراة. ما تسوي لي بطولة ودية مع إيران ومع أوزبكستان. يعني ندري منتخبات قوية بس مو هيجي، يعني نحن نريد مباريات ودية على مستوى عالي، نلعب ضد منتخبات عالمية، مثل المعسكر اللي سويتنا، لعبنا ضد اسبانيا، ضد فنزويلا وبس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.